السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا هلا وغلا بالأحباب، عاملين ايه؟ راجعين النهاردة بعد العيد، طبعا كل سنة وانتم طيبين بفيديو قوي جدا. النهاردة هنعمل مع بعض ازاي نحول الجبنة القريش لجبنة موتزاريلا زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، وازاي نعملها من الجبنة الموجودة عندنا في البيت، وكمان نحبب أولادنا فيها. علشان تطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي لازم تتابعي معايا الفيديو للنهاية، علشان تشوفي كل الخطوات اللي طالعة معاكِ الجبنة القريش بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وتقدري تستخدميها في كل الوصفات اللي بتحتاجي فيها الجبنة الموتزاريلا. تابعي معايا الفيديو للنهاية وشوفي كل التفاصيل علشان يطلع معاكِ الفيديو بالجمال اللي أنتم شايفينه. بس لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الوصفات الجديدة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو. أول حاجة معايا عندي طاسة غير لاصقة، ويفضل إن هي تكون غير لاصقة، بس لو عندك طاسة ألمونيوم مش مشكلة، ولكن الطاسة الغير لاصقة هتريحك قوي في الاستخدام. عندي طبعا كمية موجودة من الجبنة القريش عندي في التلاجة، وطبعا أولادنا مش بيحبوا الجبنة القريش على الرغم إن هي فيها فوائد وكالسيوم عالي جدا، ولكن أولادنا مش بيحبوها. المكون السحري اللي معايا بقى النهاردة ربع معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم اللي احنا بنستخدمها في الأكل. هانزل طبعًا باسخّن الطاسة الأول، وبعد كده بانزل عليها بالجبنة القريش. شايفين لو تاخدوا بالكم هي ابتدت تمُط معانا قبل ما نضيف معاها البيكربوناتو، وهاقول لكم إحنا في الفيديو إيه فايدة الكربوناتو اللي إحنا بنحطها في الجبنة. طبعًا إحنا مش بنحط كتير من الكربوناتو علشان الطعم بتاعها ما يبقاش واضح معانا. شايفين الجبنة بتمُط معانا وده لسه قبل ما أضيف الكربوناتو. ال الجبنة القريش يا جماعة طبعًا نسبة الكالسيوم عالية جدًا، بتبقى صحية جدًا، جدًا لأصحاب الدايت. يعني كمان تقدري تاكلي الجبنة الموتزاريلا دي في العيش، تسخّنيها في الفرن وكأنها جبنة موتزاريلا، ولكن هي جبنة قريش هتستفادي منها صحيًا. شايفين الكربونات اللي أنا حطيته نزّل الشرش اللي موجود في الجبنة، وده اللي بيخلّي الجبنة ناعمة معايا. أنا دلوقتي عايزة أنعّم الجبنة وأخلّيها إزاي تمُط معايا زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. فعلشان تطلع معايا كورة واحدة وأقدر أشكِّل منها الجبنة الموتزاريلا، لازم هابتدي أنعّم الكورة بتاعة الجبنة بالشكل ده. أنا طبعًا كل الجبنة ساحت على بعض وابتديت تنزّل الشرش بتاعها، فأنا ابتديت ألِم الجبنة على بعضها كده، وابتدي أنعّم فيها بالspatula علشان تطلع معايا ناعمة، تقدري يعني إن أنتِ تقطّعيها أو تبشريها زي ما أنتِ عايزة. طبعًا كلنا عارفين أسعار الجبنة الموتزاريلا وصلت لأسعار خزعبلية بجد يا جماعة، والأسعار بقي مُبالغ فيها جدًا. فعلشان كده إحنا كده غالبية الناس بتشتري الجبنة القريش. أولًا طبعًا هي صحية جدًا لأولادنا وصحية جدًا لأصحاب الدايت، فعلشان خاطر نحبِّب أولادنا في الجبنة، شايفين هي بتمُط قد إيه معايا. فإحنا علشان نحبِّب أولادنا في الجبنة دي ونقدر نعملها لهم في الساندوتشات أو ممكن نعملها في البيتزا أو الكلام ده، وعلشان ياكلوها بكل سهولة هنحوّلها لجبنة موتزاريلا. طبعًا أنا حطيتها في علبة ودخّلتها الفريزر حوالي ساعة كده، مسكت نفسها، وبعد كده هابتدي أقطّعها. تعالوا نجرّب مع بعض ونشوفها في العيش هتكون شكلها مسكت إزاي نفسها بعد في ما الفريزر. طبعًا تقدري ممكن تقطّعيها صوابع وتعملي صوابع الموتزاريلا اللي إحنا بنشوفها في الفيديوهات، أو بعد ما بتبرد إحنا بنبشرها وبنخلّيها جاهزة على الاستخدام. طبعًا أنا هاجرّبها في العيش علشان أشوف أخبار المَضّة، وطبعًا هنا أنا ما سيّحتهاش بالكامل، يا دوب العيش بس سِخِن شوية فالجبنة فكِت معايا. فطبعًا لمّا بنحطها في البيتزا أو في أي حاجة بندخّلها الفرن هي بتمُط كمان أكتر من كده. شايفين أنا يا دوب بس سخّنتها كده على الطاسة. شايفين المَطّة بقى بتاعة الجبنة؟ ما شاء الله يا جماعة خطيرة، وصفة سهلة وكمان اقتصادية جدًا. يعني إحنا ال الجبنة بنشتري الكيس الصغير بتاع الجبنة الموتزاريلا بيبقى حاجة و60 جنيه، لكن دي أنتِ بتعملي كمية من الجبنة الموتزاريلا وكمان بأقل الأسعار، وكمان في نفس الوقت صحية جدًا. أنا طبعًا هنا هابشرها وأشيلها في الفريزر علشان تبقى معايا جاهزة للاستخدام. طب أنتِ بقى لو كنتِ وصلتِ لنهاية الفيديو وأنتِ لسه ما حطيتيش اللايك ولا عملتِ اشتراك في القناة، انزلي واعملي اشتراك في القناة وفعّلي زر الجرس علشان يوصلِك الوصفات الجديدة. ادخلي اتفرّجي على الفيديوهات الموجودة عندي على القناة، كلّها فيديوهات اقتصادية وفيديوهات هتستفادي منها جدًا وكمان شكلها شيك في التقديم وكمان بأسعار رخيصة جدًا. هاسيبكم في حفظ الله واتفرّجوا معايا لنهاية الفيديو وانزلوا اتفرّجوا على الفيديوهات القديمة. سلام عليكم.